عجينة صالحة للكيتو دايت واللو كارب ومرضى السكري. سنحتاج كأس موتزاريلا، ملعقة جبن كريمي، غادي نديروهم في ميكرووند اولا حمام مائي. انا درتهم في حمام مائي كي تذوب بحال هكا كنخلطوهم مزيان، نضيفوا عليهم بيضه. الكوك على حسب الكوك اللي عندكم، انا خدات ليا 3 ديال المعالق ونص. انا نوريكم شنو كيفاش خاصها تكون هذيك العجينه، كيفاش يكون القوام ديالها، وعلى حسب الكوك اللي عندكم بقاو تضيفوا، ونصف ملعقه ديال خميره كيميائيه. القوام ديالها داير بحال هكا، الا لويتوها راه كتقسم. انا وريتها لكم بحال هكا باش ماشي يحسب لكم راه ناقصه من الكوك وتضيفوا وتبقاو غاديين حتى تنشف. واذا نشفات لكم ماشي مشكل، ضيفوا شويه ديال الجبن كريمي وراه غترجع لكم كما هي على مقلاة، وتقدروا تدخلوها الفرن. انا جربت هنا دابا في المقلاة جات دغيا دغيا كطيب بسرعه. انا كنوريكم دابا كيفاش كتجي، ها هي كتجي دغيا كتقطع، ولكن راه هي كتجي شاده راسها. تقدروا ديروا فيها لاصوص وديروا فيها الحشوه اللي بغيتو وغادي يكون زوينه صراحه. المذاق ديالها زوين. وهنايا بغيت نجرب ديال الفران، درت واحد شويه ديال الجبن، تقدروا ديروا اي حشوه بغيتو، ودرتها في الفران على درجه 180 وخليتها كطيب. هي ملي خرجتها ما خليتهاش تحمر وبغيت نوريها لكم. بالنسبه للطعم ديالها، اللي ما كيعجبوش الطعم ديال البيض راه البيض كيجي واضح فيها، لكن طعمها زوين. نتمنى تعجبكم وشكرا. وهكا نكونوا درنا اسهل